الركحي رجل الأعمال السعودي له في موسوعة جينيس نصيب. أكبر وقف خيري على مستوى العالم للركحي، أرض بها 200,000 نخلة، وقف لله تعالى للجمعيات الخيرية ولإفطار أهل مكة الحرم المكي. الركحي بيقول: وأنا في ابتدائي كان نفسي أطلع رحلة، وكان تمنها ريال، وكنت لا أملك الريال. في نفس الوقت أستاذي جاوبت على سؤال اداني هدية ريال، معرفش ادهوني عشان أطلع بالرحلة ولا فعلا ادهوني عشان أنا جاوبت على السؤال. بعد ما انتهت الدراسة وهو اشتغل وربنا فتح عليه، حاول يرد الجميل لأستاذه، دور عليه لحد ما وصل له، لقاه فقير في نهاية عمره واتغير حاله. قال له: انت فاكرني انا كنت طالب عندك وحصل كذا كذا؟ قال له: ياه، انت لسه فاكر؟ قال له: اه. اركب معايا العربية. خده وراح امام فيلا. قال له: ادخل الفيلا دي، فيلتك ودي عربيتك، ده حقك عليا. قال له: ياه، ده كتير قوي، ده كده كتير. قال له: مش اكتر من فرحتي بالريال اللي حضرتك اديتهوني وانا كنت في اشد الاحتياج للريال ده عشان اطلع الرحلة. الركحي رجل الاعمال السعودي فرح استاذه وفرج عنه كربته، وبيقول: أدخل الفرح والسرور على مسلم أو مؤمن، وفك كربة مكروب. ربنا يفك كربك فهو الكريم. ياه على جمال هذه القصة. مش قصة بقى، هذه حقيقة حصلت وفي عهدنا وما زال موجود. وتعظيم سلام للركحي ولأمثاله، ولكل واحد بيعتز باللي علمه حرف أو قام معاه بواجب أو وقف معاه في شدة أو في كربة، شال عنه حزن، أدخل عليه فرح. تحياتي.